هي أمريكا فعلا خطيرة. احنا كل شوية نشوف حوادث غريبة بتحصل فيها في الأخبار وهنا وهنا، واللي يقولك اللي يتخطف واللي يحصل له كذا واللي يتقتل واللي معرفش مين. هي ايه الدنيا هناك؟ هو الدنيا بايظة خالص هناك ولا ايه؟ هي الحقيقة أمريكا زي أي دولة تانية فيها جرائم زي ما فيها أمان، وفي أماكن أكثر أمانا وفي أماكن أقل أمانا. كل حتة مختلفة عن التانية، بس أنت تقدر تعرف الكلام دوت أصلا بشوية بحث بسيط بكل سهولة على المنطقة اللي أنت عايز تروح تعيش فيها أو تسكن فيها أو غيره. لكن هل بلادنا أأمن منها ولا أمريكا أأمن؟ الحقيقة أكيد أمريكا أأمن، لكن في فرق رئيسي ان انت هنا اي خبر او اي مشكلة او اي حادثة بتحصل بتلاقيها موجودة في الاخبار في السوشيال ميديا وهنا وهناك وفي كل حتة. البلد هنا بشكل عام مش بتيجي على الاخبار ديت وتخبيها او اي حاجة زي كده، بالعكس في شفافية كبيرة في الموضوع دوت الى حد كبير جدا يعني، وتقدر تشوف الكلام دوت بنفسك، خصوصا لما تروح الحتت البعيدة عن المدن الكبيرة. يعني انت ممكن تروح ضواحي بيسموها السبربس بتاعة المدن الكبيرة، هتلاقيها الموضوع فيها ألطف وأمن بكتير. هتلاقي فيه تاون شيبس، هتلاقي فيه حتت كتيرة الدنيا فيها جميلة جدا، مش كل حتة زي التانية. كمان البلد بتهتم بتفاصيل أحيانا احنا ما بنهتمش بيها في بلادنا. يعني الأطفال هنا مهمين جدا. المدرسة بتتابعهم، بتشوف وضعهم وحالتهم وكل حاجة زي كده. لو طفل ما بيروحش المدرسة بتبلغ الشرطة عشان الشرطة تشوف الأهل ايه مشكلة الطفل دوت. لو الجيران لاحظوا ان في حد من الأطفال مش بيروح المدرسة ممكن يبلغ الشرطة كمان. لو الطفل دوت في المدرسة اتبان عليه أثر ضرب أو أثر تعنيف أو أي مشكلة زي كده، بيسألوه ويعملوا تحقيق ويكلموا الشرطة والدنيا بتتقلب. الطفل هنا خط احمر. الحاجات دي في بلادنا للاسف ما بيبقاش فيها اهتمام بالشكل دوت، عشان كده للاسف في اطفال كتير بيتم الاعتداء عليهم من اهاليهم، سواء جسديا سواء ضرب سواء اي حاجه زي كده. وللاسف احيانا في حالات بتبقى فيها اعتداءات جنسيه سواء من الاهل او من اشخاص تانيين، والناس بتحب تداري على المواضيع ديت. عشان كده ايام رمضان المسلسل بتاع امينة خليل واحمد السعدني كان عاجبني جدا، بتاع علي الطفل اللي تم التحرش بيه، كانت رفع قضية كبيرة عشان تسترد حقه. اتمنى الوعي بالشكل دوت يزيد في بلادنا ويتم حساب اي شخص بيعتدي على اي طفل. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.